ما سألتش نفسك قبل كده ازاي امريكا زرعت قواعد عسكرية في الوطن العربي؟ عايزك تتخيل معايا المشهد ده. لو فتحت خريطة العالم العربي دلوقتي هتلاقي قواعد عسكرية في قطر والبحرين والكويت والامارات والعراق وسوريا والاردن. يعني ببساطة الجيش الامريكي موجود تقريبا في قلب الشرق الاوسط كله. لكن السؤال اللي ناس قليلة جدا بتسأله، هم ازاي وصلوا هنا اصلا؟ هل ده احتلال ولا ده تحالفات ولا ده خطة بدأت من أكتر من 70 سنة؟ القصة دي كبيرة وفيها حروب وفيها سيطرة على نفط وسيطرة على أهم منطقة في العالم، الشرق الأوسط. تعالوا نحكوا القصة مع بعض. هنحكي من البداية الحقيقية، مش زي ما الناس ما فاكرة، لأن معظم الناس فاكرة إن القواعد الأمريكية دي بدأت بعد حرب العراق، لكن الحقيقة أقدم بكتير. القصة بدأت سنة 1945، يعني بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة. كان ساعتها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في مقابلة مع الملك السعودي عبد العزيز آل سعود في سفينة في قناة السويس، وفي اللحظة دي اتعملت معادلة واتفاق غيرت الشرق الأوسط كله. النفط مقابل الحماية، أمريكا تحمي الخليج وفي المقابل تضمن ان هي تاخد النفط. ومن هنا بدأ النفوذ الامريكي يدخل المنطقة. بس ساعتها ما كانش في قواعد امريكية كتير، القواعد بدأت تظهر بعد كده. الحرب الباردة، اللعبة الكبيرة في الخمسينات والستينات، العالم كان مقسوم نصين، امريكا والاتحاد السوفيتي. كان في سباق رهيب على السيطرة على مناطق النفوذ، والشرق الاوسط كان يعتبر الجايزة الكبرى. طب وده ليه؟ لسبب بسيط جدا، النفط يا صديقي، النفط طبعا. المنطقة دي لوحدها تقريبا فيها نص احتياطي النفط بتاع العالم كله، فكان لازم امريكا تبقى موجودة ويبقى ليها وجود هناك، مش بجيوش كبيرة لكن بنفوذ عسكري وتحالفات واتفاقيات. لكن في التسعينات حصل حاجة غيرت اللعبة كلها وخلت القواعد العسكرية تنتشر في الخليج وفي الوطن العربي. سنة 1990 العراق بقيادة صدام الحسين غزت الكويت، وهنا حصل أكبر انتشار عسكري أمريكي في المنطقة. أمريكا بعتت حوالي 500 ألف جندي في الخليج، ومن هنا بدأت القواعد العسكرية الأمريكية تتحول من مجرد اتفاقيات ووجود رمزي لشبكة قواعد عسكرية حقيقية وقوية. تعالوا نتكلم على أهم القواعد العسكرية في الوطن العربي. قاعدة العديد في قطر دي أصلا واحدة من أهم القواعد الأمريكية خارج أمريكا، فيها آلاف الجنود ومن خلالها بتدار كل العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. بمعنى أصح دي عقل العمليات العسكرية في الشرق الأوسط لأمريكا. تاني قاعدة معانا في البحرين، الأسطول الخامس. في البحرين موجود الأسطول الخامس الأمريكي، مهمته الأساسية السيطرة على مياه الخليج. ليه؟ لأن حوالي 20% من نفط العالم بيمر من مضيق هرمز، يعني لو الممر ده اتقفل اقتصاد العالم كله ممكن ينهار. تالت قاعدة معانا الكويت. بعد حرب الخليج الكويت بقت واحدة من أهم نقاط تجمع الجيش الأمريكي، ومن القواعد دي انطلقت القوات الأمريكية سنة 2003 لغزو العراق. نخش على الإمارات، والإمارات فيها قاعدة الزفرة الجوية، قاعدة مهمة جدا للطيارات الحربية وطيارات التجسس، بتراقب جزء كبير من الشرق الأوسط. العراق وسوريا، بعد غزو العراق أمريكا عملت قواعد عسكرية كتير في العراق، وفي سوريا كمان موجود قواعد عسكرية في مناطق مختلفة. السبب الرسمي لوجودهم هناك محاربة تنظيم داعش. نيجي للسؤال المهم، أمريكا بتستفاد إيه من القواعد دي كلها في الشرق الأوسط؟ ليه أمريكا بتصرف مليارات الدولارات عشان تفضل هنا؟ الحقيقة في 3 أسباب رئيسية، تعال نتكلم مع بعض فيهم. السبب الأول وهو النفط، لأن الشرق الأوسط بيملك تقريبا 84% من احتياطي النفط العالمي. الوجود العسكري هنا بيدي لأمريكا قدرة إن هي تحمي خطوط الطاقة اللي تقريبا بتروح للعالم كله. السبب الثاني سرعة التدخل، لو حصلت أي مشكلة أو أي حرب في المنطقة، بدل ما أمريكا تبعت جيشها من أمريكا، لا القوات كده كده موجودة في الشرق الأوسط ومستعدة.
السبب الثالث النفوذ السياسي. القوات العسكرية والوجود العسكري مش بس عسكرية، دي كمان أداة سياسية. وجود قوات أمريكية في المنطقة بيأثر على ميزان القوة العالمي، خصوصا مع بلاد زي إيران والصين وروسيا. لكن الصورة مش بالبساطة دي. وجود القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية في البلاد العربية والشرق الأوسط موضوع جدلي جدا، والناس اختلفت فيه جدا. في ناس شايفة ان وجودها بيحمي المنطقة من الحروب، ناس تاني شايفة ان وجودها بيزود التوتر والصراعات. الحقيقة الموضوع معقد واكبر بكتير من اجابة واحدة او احتمال واحد. الحقيقة اللي قليل قوي يعرفها، لو بصينا مع بعض على الخريطة دلوقتي هتلاقي ان الشرق الاوسط واحد من اكتر المناطق اللي فيها قواعد عسكرية امريكية خارج امريكا. والسبب مش بس النفط، لكن لان المنطقة دي مفتاح توازن القوة في العالم. تعالوا نسأل سؤال مهم قوي، لو القواعد الامريكية دي كلها اختفت بكرة الصبح ايه اللي ممكن يحصل؟ هل المنطقة هتبقى امان اكتر ولا الصراع هيكبر اكتر والحروب هتكتر؟ دلوقتي سؤال ليكم انتوا وعايزكم تجاوبوا عليه. انت شايف ان وجود القواعد الامريكية في الوطن العربي بيحمي المنطقة فعلا ولا بيزود التوترات في المنطقة؟ اكتب رأيك في التعليقات وخلينا نشوف الناس شايفة الموضوع ازاي.